أسعد أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. شحال هادي ما نزلت الفيديو على القناة ديالي، وهذا الشيء كان راجع عدة أسباب، والسبب الأهم أنني في الحقيقة أصابني الملل من اليوتيوب ومن فيديوهات ومحتوى. شفت نفسي أنني كنقدم أخبار المشاهير والفنانين، وأن هاد الفنانين مجنونين مهووسين بحال اللي كنشوفوا هاد خيتنا دابا، مهووسة بتغيير الشكل ديالها بالتجميل. دابا واش جوجت، واش عامله الشاده، واش عندها الحنه، والله ما نعرف. كل مره كطلعنا بلوكات جديده. شفت نفسي انني كنروج لهاد الفنانين، ما نقولش التافهين ولكن تقريبا، حيت حنا ما كنعرفوا، ما بقاش ديك الفن الراقي والمحترم، كله رجع تفاهه وتضييع الوقت. هاد الانسانه كتبغي البوز، كتبغي الشهره، ضاربه بعرض الحائط يعني كل القيم والمبادئ والفن الجميل والراقي والمحترم، وكنشوفوها بعد الطلاق ديالها تجدعت وتبردعت بحال اللي كنقولوا باللهجه المغربيه، بدات كتسابق انها تعري وانها تعمل بعض الاعمال اللي كانت مقيدها في الزواج. دابا شبرت الحريه ديالها عن الاخر. صراحه اصابني الملل من هذا المحتوى، المحتوى اللي كنساهم انا في نشر الرذيله والفساد والعهر، ما يخدمنيش. تقدر تطلع قناه مستقبلا في هاد الاخبار الفنانين اذا خدمتي على قناتك، ولكن انا صافي طلع لي الدم صراحه. نخدم القناه عايشه تحت الضغط. دائما انسان ما كيتمتعش بالحياه الطبيعيه ديالو، دائما عايش في السوشيال ميديا. وهذا السوشيال ميديا هو عالم افتراضي كيأثر سلبا على نفسية الإنسان، لأنه كيبتعد عن الواقع وكيدخل في واحد يعني بزاف ديال الحاجات اللي ربما اللي عاد تأثر عليه، بحال اللي قلت لكم سلبا. ربما يتسبب الاكتئاب، ربما يكتب اليأس بالملل، كتشوف نفسك انت دائما غير شادة التليفون والعالم الافتراضي والناس اللي كتعلق عليك، وكتدخل تشوف الاخبار ديال النجوم. ربما تكون هاد الاخبار وهاد الحياه اللي كيعيشوها غير هما كيمثلوها باش يثيروا المشاهد، باش كيخليو راسهم دائما تحت الاضواء، جمهور يهتم بهم، وكيتعمدوا يعملوا فضائح ويمثلوا علينا وباش يتصدروا الترند ويعملوا البوز. والجمهور دائما مسكين ربما كيتيق فعلا وكيتفاعل معهم، وهما غير كيمثلوا علينا. شفتوا ان هذا المحتوى بعيد عن الواقع ديالنا وعلى كل المبادئ ديالنا وكل القيم ديالنا. صراحه لهذا وقتش كننزل في القناه ديالي حتى شي فيديو. مليت انا تابعه غير هاد الفنانه. اكثر الاخبار ديالي كانت على هاد الفنانه، فيما عملت شي عمل جنوني ولا عملت شي حماق وهبل انا موراها. دائما تابعاها. طلعت لي فراسي صراحه مليته. مليت، ماشي هي يعني الغناء ولا شي حاجه، مليت يعني البساله ديالها، كبسلت عيقت يعني كل مره بلوك، كل مره بعمليه تجميل. جاتني يعني كتصدر يعني التفاهه. كتخرج تصرح شي تصريح يعني في الايام الاخيره. قالت لك انا دابا عاد عطاتني القناعه نحتفل بالسبوع بنتي. واش هذا التصريح كيخرج الواحد عليه الصحافه يقولوا انسانه بمنتهى الصراحه ديال التفاهه. شفت نفسي غنضيع وقتي معها. واخا انا ما كان واخا غير كنقول الاخبار ديالها سبحان الله. والله الا حسيت بالملل وبالتفاهه. انا حسيت بعوطه انني كنقدم واحد الحاجه ما عندها حتى شي معنى، وانتم كتعرفوا المحتوى الجميل والهادف حتى شي واحد ما كيجري وراه. اصبح للاسف الجمهور كتهموا اخبار الفن والمشاهير والفضائح. كنشوفوا القنوات اولا المحتوى اللي كيهتم بالفضائح ويعني وكيعري على الحياه الشخصيه ديالو وعلى العائله ديالو، هو اللي كيتابعوه الجمهور، هو اللي كيجيب نسبه مشاهده كبيره وعاليه، لان الناس باغيه تتفرج فيك وفي العورات ديالك.
وصراحه هذا الشيء هذا ما نقدرش انا نعمله في القناه ديالي، لان القناه ديالي لانني انا عندي بعض الخصوصيات في الحياه ديالي ما يمكننيش نعريهم كاملين. اي انسان صراحه تجي النفس على حياته على عائلته، يعني الانسان اذا كان عنده شي حاجه يخليها مخبعه في المحيط ديالو ما يعرفش بها، يخلي اللي يسوى واللي ما يسواش يتفرج فيه. ولكن مع الاسف حنا كنشوفوا بعض القنوات يعني كيصدروا هذا المحتوى الفاسد والتافه باش يجنيوا الفلوس ويربحوا اكبر عدد من المشاهدات والمتابعه. انا ما نقدرش نعمل هذا الشيء. كان عندي محتوى في الاول، محتوى كان شويش نقي، ولكن ما لقيت حتى شي اقبال عليه. قلت ارى نعمل المحتوى ديال الفن والمشاهير، ما نقول لكمش طلعت القناه ديالي الطب، ولكن شويش بديت كنجيب شويه المشاهده. هنايا عرفت ان الجمهور هو اللي كيطلب منك المحتوى، ولا كيطلب منك واحد الحاجه معينه خاصك تسير وتمشي معاه. انت ما عندك حتى شي حاجه، يعني ما عندك، ما تقدرش انت تفرض شي حاجه على الجمهور، هو اللي عيفرض عليك. يعني ان هاد الاخبار ديال الفنانين وهاد الباسلين وهاد التافهين هو اللي كيهم الجمهور. هما عارفينهم كذابين وعارفينهم تافهين وعارفينهم باغيين يعملوا البوز وانهم باسلين، واخا يداك عاشوا هذا الشيء هذا الناس تتابعوا صراحه. واحد خيتنا هذه عندها يعني متابعين كثر كيهتموا بها، واخا هي باسله، واخا هي كتعمل هاد الاعمال، هي عارفه هي كتعمد تعمل هاد الشيء العاني، كتبقى دائما تحت الاضواء او دائما كتبقى تصدر المشهد وكل شيء يهتم بها عفوا. وهذا هو السر ديال النجاح ديالها، كتعرف تلعب هذه اللعبه هذه، يعني هي ماسكه صراحه ماسكه المشهد وعارفه الجمهور يعني كيفاش تعصروا مزيان. المهم هذا هو القرار ديالي، انني يعني ما بقاش نستمر في القناه. صافي مليت، عييت، واخا ما عنديش شي سنوات كبيره، تقريبا عام هيدا. في عام مليت صراحه كاني 10 سنين قضيتها في اليوتيوب ما بقاش كيريقني، ما بقاش كنجبر فيه راحتي، ما بقيتش كنجبر فيه ديك بحال اللي كنقولوا داك الشغف والحماس اول مره. حيت الواحد ملي كيفتح القناه اول مره كيجيب له ديك الامور غتكون سهله غتمشي معاه، وان هذا الشيء يعني بسيط، ولكن اللي كتدخل وتشوف يعني كتشوف هادشي صعيب وصعيب بزاف. كيفاش تحافظ على تخدم على القناه ديالك وتكبرها وتحافظ على داك النجاح، وشنو هو المحتوى اللي كيبغيه الجمهور. عفوا صراحه انا نقول لكم انني ماشي فشلت في اليوتيوب، ولكن كانت تجربه غير موفقه، ما توفقتش فيها صافي ما نكملش. انا ماشي من النوع اللي ما كنتوفقش وكنبقى صافي مستمره، هو باين قدامك النتيجه، صافي جرب حاولت اجتهدت قدر المستطاع، ولكن صافي في النهايه حسيت انني ما استمرش وما نكملش في هذا المحتوى التافه. بالنسبه لي تافه وما يقدم حتى شي حاجه، ما يفيد حتى شي حاجه للجمهور. واحد الانسانه كترشق كتعبت في الحياه ديالها، كتجمع المال باي طريقه باي وسيله، وحنايا تابعينها وحنايا كنروجوها وكنزيدوا نشروها ونساهموا لها في الحماق ديالها وفي الجنون ديالها. يكفي هذا، يكفي صافي ستوب، سي فيني. الى اللقاء، او نقول لكم في امان الله وعلى رعايته.